هلو معاكم هدير نجيب، لايف كوتش، يوجا انستراكتور، سويل دانسر اند ديتوكس كونسلتنت. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد الفطر المبارك، وكل سنه والوعي اللي عندك بيريحك وبيجيب لك البركات وبيجيب لك الخير وبيجيب لك الصحه وبيجيب لك الوفره وبيجيب لك راحه البال وبيجيب لك كل حاجه حلوه. النهارده الموضوع هيكون عن السكشوال اتنشن او السكشوال اتراكشن اللي دايما انتي بتتعرضي له من اي علاقه، او بتجذبي دايما الشخص اللي اول حاجه بتجذبه فيكي هي السكشوال اتراكشن او الفيزيكال اتراكشن. في بنات كتير محجبات بتلاقيها برضو في العلاقات بتجذب شخص بيحاول يروح للحته دي، بس يروح للحته بتاعت السكس او الحته بتاعت ان هو منجذب للجسد بس، او الحته بتاعت ان هو مش عايز اي حاجه منك غير انه ايه، يعني توديه عند الحته دي يعني. فاللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان انت بتبقيش فاهمه. طب انا مش معليه شعري، مش كاشفه شعري، بلبس محترم جدا، بصلي على طول، مفيش حاجه بتبين ان انا الاتنشن بتاعي في الحته دي. وبرضو البنت اللي بتلبس عادي واوبن وبتنزل صور بتلاقي نفسها بتتعرض زيها زيك بالظبط لنفس الموضوع. فانتوا الاثنين او الانثى في العموم اللي بتتعرض لده ما بتبقاش فاهمه ده بيحصل ليه. مبدئيا الموضوع قبل ما يكون في بره في شكل جسمي وشكل اللي انا بلبسه وشكل اللي انا بظهر بيه قدام الناس، موجود جوه وفي الفيلينجز بتاعتي. لو انا عندي فيلينجز بتقول او فكره بتقول انه انا هحس ان انا بتحب لما حد يديني ابروف على انه شكلي حلو، ده بيولد طاقه او بيولد رساله طاقيه بتتبعت كده منك للشخص او للكون، بتقول انه انا عايزه حد يقول انه جسمي حلو، وده معناه الحب. فهي زي ايه، ترجمه يعني او equation بتتبعت بتترسل للكون، فالكون بيجيب لك الناس دي على اساسها، او بيجيب لك الاتيتيود اللي هيشحنك باللي انت عايزاه. عارفه الكمبيوتر، مش انت لو دوستي كليك يمين او دوستي على اي فايل بينفذ الاوردر، هو مش فاهم انت عايزه ايه. ممكن تكون انت وديتي الماوس هنا على الفايل ده بس انت مش ده الاوردر اللي انت عايزاه، فبتبتدي توجهي الاوردر للناحيه الثانيه. فانت لازم تبقي فاهمه كويس قوي انت بتبعتي ايه للكون، او ايه اللي بيدور جوه وبيولد شعور، عشان هي دي اللغه اللي بيتعامل بيها معاكي الكون. هو بيفهم ايه اللي انت بتفكري فيه وايه اللي انت بتحسي بيه، فبالتالي بيبعت لك على اساسه. فانت لو فانت لو طول الوقت التفكير ده عندك، انه انت عندك شعور انه قيمتك في الجسم بتاعك والسكشوال ريليشن، وهو ده اللي بيعمل ساتسفاكشن لاي راجل، لو هو ده اللي في دماغك وهو ده اللي انت بتفكري بيه في القيمه اللي الست بتديها لاي راجل، بالتالي هيجيلك حد بيعمل كده، بس بيسيك الحته دي معاكي. بس ما هو ده تفكيرك، انت شايفه ان هو ده اللي بيودي للعلاقه عامه، فبتكتبي راجل بيفكر في ده بس. فالمهم افهم انا اصلا قيمتي دي بتحتوي ايه، او انا كست دوري ايه، او انا بقدم ايه، او الريليشن بتاعت الست والراجل هي عباره عن ايه. مش بتتلخص في الحته دي بس، وقيمتك مش بتتقدم في الحته دي، بتتقدم في حاجات كتير قوي وفي جوانب كتيره قوي، وانتي مش اداه، مش طول، مش حاجه. لان انا لما بحصر نفسي في شكل الجسم بتاعي او في الشكل اللي بظهر بيه، انا كده بصغر قوي قوي من قيمتي وبحددها وبخليها عامله كده محدوده قوي، مش شامله حاجات كتير. فالمفاهيم اللي انا عايزاكي تحطيها في عقلك انه انت مش السكشوال ريليشن اللي بتقدميها في العلاقه، انت مش الشكل اللي باين قدام الراجل. الحاجات دي مهمه جدا بس مش الاساس، يعني دي بكمل بيها، بتيجي بعد مرحله معينه، مش هي اول مرحله. فالمرحله الاولى هي ان انا ابقى فاهمه ان اللي جوايا ده واسع وبيشمل حاجات كتير قوي، وانه انا من غير ما اعمل اي حاجه كده وانا قاعده مكاني، انا فايبس
بتحتوي، انا طاقه بتريح، انا طاقه بتستوعب، انا طاقه بتعدي كل حاجه زي موجه السلام، عارفه؟ فانت بتبقي في عندك حته كده من جوه بتبقي عارفه ان هي بتريح اي حد. هي دي الانثى، يعني الانثى هي شعور بالسكون والسلام والاستقرار. فانت منبع ده من وانت ما بتعمليش اي حاجه، وانت قاعده مكانك كده. هي دي الانثى. الانثى مش بتتحرك كتير من جواها. في ست بتبقى قاعده طول النهار في البيت ما بتعملش اي حركه، بس من جواها هي طول الوقت في صراع، طول الوقت في مقارنات في دماغها، طول الوقت في تنافس، طول الوقت في احساس بعدم الارتياح. فده بالتالي مش مولد الانوثه، مع ان هي قاعده في البيت ما بتعملش حاجه. فاللي انا اقصده مش بان هي ما بتتحركش كتير، اللي انا اقصده ان هي من جواها في احساس بالسكون، مفيش دوشه، مفيش امواج عاليه، كلها ممكن تحصل موجه مره واحده بس بعدها بيبقى نهر راسي. فلازم تبقى هي الست مستوعبه الحته دي وواصله لها كويس قوي. فاول حاجه قلناها ان قيمتك مش في جسدك ابدا، ومش ده اللي بتقدميه، والعلاقه ما بتبنيش عليه. 2 مش في الشكل، او مش في الشكل اللي انت بتظهري بيه، ولا طريقه كلامك، ولا طول شعرك، ولا اللبس اللي بتلبسيه، ولا البراند اللي انت طالعه بيه، ولا شغلك، ولا البوزيشن بتاعك، ولا الكارير بتاعك، ولا الانجليش بتاعك، او اللايف ستايل بتاعك، او الكاتيجوري اللي انت بتتحطي فيه وسط الناس. انت مش بالحاجات دي، يعني ما تحطيش نفسك تقيم. بصي كل ده بيضيق قوي الحته الواسعه قوي اللي بتبقى جوه الانثى. فاول حاجه زي ما قلت لك، اعرفي توجدي احساس السلام والفلو الطاقي المريح قوي اللي كله استيعاب واحتواء، وبعد كده تطوري من الحقيقه بتاعتك انت، مش تبقي شبه حد او ابقى شبه ناس معينه في لايف ستايل معين او بطريقه كلام معينه، او ما بروحش بقى للحتت دي خالص. ما بروحش للحتت بتاعت ان انا بحاول ابقى في حاجه مش بتاعتي. لا، انا الحقيقه بتاعتي هي اللي بشتغل عليها. انا بلاقي نفسي بحب ارسم، فبروح اطور من ده جدا، وبساعد نفسي بالسلام الداخلي اللي انا حاساه، وبالتالي بطور من نفسي في الحته دي، وبالتالي ممكن مره واحده تعمل معايا كده وابقى اشهر واحده في المجال ده. فكتير قوي احنا كستات بقينا دلوقتي عمليين، وبقينا دلوقتي الحركه الداخليه جوانا كتير والصراع النفسي، بقينا عايزين ننجح. بس كلمه النجاح عندنا عشان الراجل خدنا من مفاهيم غلط من الرجاله ومن الاهالي ان احنا اقل، وان احنا قيمتنا في انه نتجوز، وان احنا اي راجل هو اللي بيسوم اي ست، البرمجات دي. فبقينا عندنا زي ثوره بنحاول نعملها، فبقى عندنا صراع نفسي قوي، ما بقاش عندنا السلام الداخلي اللي بتكلم عنه، ولا الاستيعاب، ولا التفهم، ولا الحاله الاساسيه بتاعت اي ست بتقدمها للكون كله، مش بتقدمها للراجل بس. فحبيت ادردش معاكي شويه عن الحته دي، واعرفي انه لو تكرر موضوع ان انت بتجذبي الراجل اللي عنده دايما اتراكشن او سكشوال اتراكشن عندك، هو بسبب انعكاس جوه بيقول انه انا محدده نفسي في الحته دي، او انا بستعر من نفسي في الحته دي عشان انا مثلا السكشوال بحب السكشوال ريليشن، او ان انا اصلا هايبر في الحته دي، او ان انا اكتف، يعني تشاكرا الروت شاكرا عندي اكتف، فانا حاسه ان انا طول الوقت مثلا بحب السكس، فانا عندي عار من الحته دي وبستعر منها. فهتلاقيها بتنعكس لك برضو في الناس اللي حواليكي عشان تبتدي تشتغلي عليها وتقللي العار وتتصالحي مع نفسك. انا كنت مبسوطه قوي ان انا كنت معاكم، وبحب قوي اعمل لكم مواضيع مختلفه. والمره دي عملت لكم الموضوع من البيت في دهب. احنا في دهب في سينا، في طاقات قوي حلوه هنا. انا دايما ببقى مرتاحه هنا يعني عامه، وطاقتي بتبقى اعلى. فربي الفيديو والمعلومات توصل لكم كده. متنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل ولايك للفيديو لو عجبكم، وتبعتوا لي، انا برد على كل الناس. ولو عوزتوا استشارات او عوزتوا جلسات، موجود عندنا في الانستجرام، هتلاقوا في كونتاكت نمبر في البايو، ممكن تخشوا وتشتركوا هناك، هتلاقوا حد بيساعدكم انكم توصلوا لي بسرعه جدا. اشوفكم فيديو تاني،